السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لميدو خرابات كابتن أحمد حسام ميدو اللي هو العالمي على ما تفرج. يعني هم كانوا بيستنزفوا ترك آل الشيخ. الأهلي كان بيستنزف ترك آل الشيخ إن هو ياخد منه فلوس وما يسيبوش يحط قرارات في النادي الاهلي او ياخد قرارات. هو كان عامله برافان بس يدفع فلوس بس. طب نسمع احمد حسام ميدو قال ايه ونرجع تاني. تجربة المستشار تركي آل الشيخ في مصر مع النادي الاهلي او مع بيراميدز، رأيك فيها ايه؟ رأيي تقيمها ازاي التجربة دي؟ رأيي ان هو الراجل تم استخدامه في النادي الاهلي لغرض ضخ الاموال فقط. بس وما كانوش عايزين ان هو يبقى ليه اي دور تاني. ما تتدخلش بقى في اي حاجه تانيه. وانا ابو ناصر راجل حبيبي وبحبه جدا وراجل علاقتي بيه طيبه جدا، وانا بقول لك ان الراجل ده راجل جدع جدا. تمام. وانا على فكره مش مضطر ان انا اقول كده. علاقتك بيه ايه؟ علاقتي بيه طيبه جدا لان هو فعلا راجل جدع، وانا شفت جدعنته قدامي مع مواقف كتيره وناس كتيره من غير ما يقول. ايه مواقف جدعنته شفتها في ايه مثلا؟ ايه المواقف الجدعه اللي عملها قدامك؟ كابتن اشرف قاسم مثلا راجل نجم واسطوره. المعالي المستشار تركي آل الشيخ يعني ساعد بشكل كبير جدا في ان هو يتعالج، وانا سعيد جدا كابتن اشرف دلوقتي موجود في السعوديه وبيتعالج، وناس كتيره جدا. ايه تاني مواقف جدعه شفتها؟ والله شفت حاجات كتير. زي مش لازم اقول اسماء عشان انا ما تقولش اسماء. يعني حد عمل انت عارف انا قلت كابتن اشرف ليه؟ عشان هو الموضوع معلن اصلا. لكن والله الراجل ده بيعمل خير مع ناس كتير جدا مصريين. ارجع لك بس حته النادي الاهلي، بيحب المصريين هو جدا. ارجع لك بس حته النادي الاهلي. حته النادي الاهلي كان عايز ان هو ياخد منه فلوس وما يديلوش اي ادوار. هو راجل مش بتاع الكلام ده. هو راجل يحب ان هو لما يشتغل في منظومه يبقى صاحب قرار، لان هو من حقه. ينفع ان انت النهارده ان انت تاخد مني 300 400 مليون جنيه وبعد كده اجي اقول لك ايه رايك وبتاع، تقول لي لا انا مالكش دعوه كذا. طب خدت فلوس مني ليه من الاول؟ طب هو لما ساعد الزمالك كان صاحب قرار؟ كان بيجيب لعيبه للزمالك. يعني في لعيبه هو اللي اختارهم، هو اللي اختار فرجاني ساسي، هو اللي اختار اللعيبه دي، هو اللي اختارهم. الزمالك اتعامل مع تركي آل الشيخ، ما تعاملش معاه ان هو مكنه فلوس. اتعامل معاه ان هو راجل بيفهم. ده الفرق ما بين الزمالك والاهلي، ان هو راجل بيفهم ويقدر فعلا يساعد الزمالك. وقد كان جاب مدربين كويسين هو اللي اختارهم، والناس اللي كانوا معاه هم اللي اختاروه. والقصه في الاهلي بكل بساطه في وقت معين النادي الاهلي كان محتاج فيه المستشار تركي آل الشيخ، ولما جه وقت الجد في الاوبريشن بقى في الاوبريشن على الارض حصل الصدام، لان مفيش مركب بيسوقها رئيسين بس. طب وليه انسحب وساب بيراميدز؟ واجه صعوبات كبيره جدا في الاستثمار في الرياضه في مصر. ليه؟ دخل خناقه كبيره. والموضوع بقى صراع. يعني الموضوع بقى بالنسبه له حاجه غير صحيه. ايه اللي يخليني انا مين اللي خسر؟ ادي احمد حسام ميدو بتقول له طب لما تركي آل الشيخ كان بيدي فلوس للزمالك كان بياخد قرارات في الاداره. الله ما هو اللي جايب فرجاني ساسي وهو اللي جايب بن شرقي وهو اللي جايب كروس يعني ده اعتراف رسمي ان الزمالك بينضار من بره، مش مجلس الاداره اللي بيدير الزمالك. ازاي يعني الاهلي المستشار تركي آل الشيخ لما كان بيوقف مع الاهلي وبيدعمه وبيجيب صفقات وبيعمل، يجي يتدخل الاداره تقول له لا ده شغلنا احنا، انت محب للاهلي وعايز تدعم على دماغنا، لكن تدخل اداري لا ده شغلنا احنا. رخر شوفوا الاهلي فين والزمالك فين، تعرفوا مين الناجح. اللي حسام ميدو طالع يقول لك ايه ده هم كانوا بيستنزفوه. هو احمد حسام ميدو يضرب الكاسين تشعشع معاه يطلع يهطرس بقى. بس الكلام ده مهم جدا للناس انها تعرف ان الزمالك بيتدار من خارج الصندوق. يعني دلوقتي الاستاذ ممدوح عباس هو اللي بيدير الزمالك مش الكابتن حسين لبيب، ده ميدو اللي بيقول كده. يعني ميدو بيقول لك لما كان المستشار تركي آل الشيخ بيدعم الزمالك هو اللي جاب كروس وجاب بن شرقي وجاب ساسي. تمام.
طب دلوقتي اللي رفع القيد وجاب الصفقات مين؟ الاستاذ ممدوح عباس ورجال اعمال. يبقى الناس دي اللي بتدير الزمالك، يعني بما معناه اللي بيدفع هو اللي بيدير. تمام؟ اللي بيدفع هو اللي بيدير. طبعا الاهلي ما قبلش بالكلام ده، لكن الكلام ده كان شغال في الزمالك، وعلى الكلام اللي بيقوله ميدو فهو شغال لوقتنا هذا. وشيكابالا كان الراجل واخد فلوس من الامير الاماراتي عشان يروح يلعب هناك، وخد 40,000 دولار وما راحش. طالع علينا عفة نصار يقول لي شيكابالا كفاية كده، انت يا شيكابالا كفاية كده، مفروض تعتزل. اسمعوا عفة نصار قال ايه مع احمد جمال ونرجع تاني. انما فرقه انت بتتكلم على 74 16 ولا 26% استحواذ. بتتكلم على فرقه كل اللي بيعملوه ان انا بضرب وبطفش الكوره، ولو راحت لواحد خلاص. احنا ما عندناش كوره. انا ببارك للناس علشان هم فاهمين اللعبه. كابتن علاء عبد العال فاهم اللعبه بتمشي ازاي في مصر. خطف جون خلاص، الجون بيقع 30 مره، الباك يقع 50 مره، مفيش كوره اصلا. يعني انت بتتفرج وان سايد جيم لفرقه، بس مفيش كوره. احنا ما عندناش كوره. مع محبتي لشيكابالا بقول له اناف، ستوب شيكابالا، خلاص انتهى، كفايه، ما ينفعش يكمل تاني خلاص. يعتزل يا كابتن عفت؟ ها؟ يعتزل؟ كفايه، ستوب، كفايه خلاص. كفايه. شيكابالا لعيب من امهر واحسن واسطوره للكره المصريه، انما بس لسه مجدد على فكره، ما ينفعش. لسه مجدد في الزمالك. حلو. انا ماليش دعوه يجدد ولا ما يجددش، دي حاجات انا بتكلم دلوقتي كمحلل كوره. انا بشوف ادي عفة نصار يا جماعه، اللي بيقول لك شيكابالا الاسطوره المصريه. لا يا حبيبي، ده هو اسطوره زملكاويه. حدد كلامك، اسطوره زملكاويه عندكم انتوا. وبعدين هقول لكم على حاجه، انتوا زعلانين. يعني عفة نصار بيقول لك ايه؟ شيكابالا هو اللي اخترع موضوع الاشاره بالفلوس والساعات عشان يتوقف، عشان يفضل في السعوديه، عشان يلعب الدوره الرمضانيه في الامارات. والله العظيم شيكابالا عنده حق. ليه بقى؟ لان لا في اداره بتحاسبه ولا حد بيقول له انت بتعمل كده ليه. يعني شيكابالا شاور وعمل، ما تعاقبش لحد دلوقتي. شيكابالا عرفوا ان هو كان بيعمل كده عشان يقعد في السعوديه ويلعب الدوره الرمضانيه، ومحدش طلع لحاسبه ولا عاقبه. طب ما هو الراجل يعمل اللي على مزاجه. بس هقول لكم على حاجه، الموضوع ده طبيعي جدا، طبيعي جدا جدا. هتقول لي ازاي يا عم الحاج؟ هقول لك لان شيكابالا هو ما ينفعش يلعب اصلا غير في دوره رمضانيه. فالناس بتوع الامارات دول ناس عندها نظر، بتفهم. يوم ما حبوا يجيبوا ناس تلعب في دوره رمضانيه راحوا لشيكابالا، قال لك هو اخره دوره رمضانيه. شكرا لكم يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. السلام عليكم.